السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا رب. لما يدخلكم هذا الفيديو انا في نعمه والحمد لله، الله يدومها عليا وعليكم ان شاء الله. اولا صلوا على النبي، اللهم صل عليه وسلم. خياتي اليوم جبت لكم حلوى جافه بمقادير بسيطه موجوده في كل بيت وتقطع كميه كبيره. نروحوا المقادير الوصفه. بسم الله. عندي 3 تاع الحبيبات تاع البيض، عندي العبر نتاع الكاس تاع 220 ملي، عندي كاس تاع الزيت، كاس تاع السكر، وعندي ملعقه كبيره بومبي مبشور ليمون، وعندي قرصه نتاع الملح، وعندي باكي نتاع خماره نتاع الكاطو والفارينه على حسب ما تطم لكم العجينه تاعكم. عندي الحبيبات تاع البيض راني غسلتهم وحطيتهم في البول وحطيت لهم القريصه نتاع الملح، دربتهم غير بالفوي، واللي تبغي دير درب الكهربائي ادير عادي. انا دربتهم غير بالفوي وزدت لهم مبشور تاع الليمون، ونزيد لهم السكر والزيت وندخلهم كامل في بعضهم. الزيت عادي بدرجة حرارة الغرفة، والبيض تاني كيما هكا. نخلط كامل المكونات ونحط الفارينة ونحط والعجينة تكون طرية، ما تكونش تتلصق ولا تكون صلبة، تكون طرية. البنات هاد الحلوى الجافة كما اللي تباع في المحلات، يديروها لنا في لي ساشي ويبيعوهم. هنا خدميها في دارك احسن وتجي لوغو اللي بغيتي نتيا. انا درت لها مبشور ليمون، ما كانش عندي لافاني. تبغيو تنكهوها بلافاني نكهوها. تجي كيما نقولوا خياتي تجي بنينه، وتجي سيرتو من ديريها بقهوه حليب. تغمسيها كيما نقولوا ولا ديريها للدراري. انا وليداتي يبغيوها يموتوا ديجا. بكل صراحه خياتي البارح درتها هاد الكميه، قطعت لي كيلو ورطل. البنات قطعت لي كيلو ورطل تاع الكاطو، هذا الكاطو قطع لي منه كيلو ورطل. فوالا ما بقاتش ما بقاتش الحلوى. باسكو علاش يديروها؟ يحطوها في القهوه حليب ويديروها، وعارفين الذراري يفرغوها ويفرغوا عليها القهوه حليب وياكلوها بالمعلقه وتجي بنينه مع السكر. تجي التزيين تاعها انا زينتها غير بالسكر. تبغيو تزينوها بالقوقه وانا نعطيكم مقادير جد بسيطه باش هكا كامل خياتي تجربوها. هنا راني نطف العجينه تاعي خياتي. العجينه هنايا مازالت طريه، راني زدت الفارينه. رفضت لي 2 تاع الغرفيات نتاع الحريره بالكيسان. رفدت لي 4 كيسان ونص تاع الفارينه هكا باش تعرفوا. راني معبرتهم خياتي ونعطيكم مقادير مضبوطه وناجحه ان شاء الله. هنا شفتها عاده طريه. شوفوا كيما هكا نسلحق العجينه تكون كيما هكا، ما تلصق، ما طريه بزاف، ما صلبه، متوسطه. توشيها بيدك تلقايها. شوفوا ها، تقدي تخدميها وما تلتصق لكمش في يديكم كيما هكا. هنا قلت لكم تزيين البنات انا درتها في السكر. تبغيو ديروها في القاوقاو ديروها، تبغيو تخليوها غير هكاك تحمار سامبل خليوها عادي، ديروها بالسكر احسن. تجي ولا 4 البنات وتقطع قلت لكم كميه كبيره وتجي مشقه، تجي هايله ان شاء الله. مازال دوك نعاود نحضر معكم وصفه الغريبيه تاع الغريبيه ان شاء الله دوك نحضرها معكم باش هكا تنجح تاني ان شاء الله، تنجح لكم. خياتي نشكر بزاف مشتركات جداد اللي التحقوا بالقناه تاعي، نقول لهم الف مرحبا بكم. ومشتركات القدام ما ننساكمش، توجور في بالي ونعقل عليكم بالوحده. الف مرحبا بكم خياتي، وان شاء الله قناتنا تكبر ونرجعوا عائله واحده. هنا البنات راني نكور في الحبيبات تاعي انا. خياتي هاد الحلوى اصليه تجي مكوره كيما هكا، ماشي تجي بالطابع ولا تجي مكوره. هذه يقولوا لها حلوى جافه مكوره بالسكر، حنا نقولوا لها هكا مكوره بالسكر. هنا في تلمسان. هنا راني مسخنه البنات، انا حطيت الفرن تاعي يسخن وراني نكمل في الحبيبات تاعي نتاع الكاطو، ندخلهم على الفرن على درجه متوسطه. شوفوا كيفاش راني صورت لكم هنا داخل في الفرن، شوفوا كيفاش راها مشقه هايله. وهنا راها طابت لي، خدات لي هذاك اللون الذهبي. انا ما نبغيش نخلي الكاطو يطيب بزاف، نخليه لون ذهبي وشباب وتجي هايله ومشقه. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها وتخليوا لي هذوك الكومونتير شابين العسولات تاعي. ربي يخليكم ليا وله يخطيكم والله يقدرني باش نوقف معاكم كيما هكا. شوفوا خياتي راني قسمت معاكم حبيبه. هنا كانت بردت لي طبعا، تجي ولا اروع تتفتت في الفم البنات. سيرتو قلت لكم كي ديروها بقهوه حليب. نتمنى تجربوها وتخليوا لي رايكم في التعاليق. هذه هي البنات، هذه هي الوصفه تاعنا نتاع اليوم.
ان شاء الله في فيديو لاحق ان شاء الله المزيد من الوصفات والتعلق يا ربي. لحقنا نهاية الفيديو في فيديو لاحق ان شاء الله ان كان في العمر بقية. السلام عليكم البنات، سلام.